تعالي نعمل الكوكيز النهارده بطريقه بسيطه جدا، اللي هو كوكيز بتاع الافران بتاع السوبر ماركت. هخليكي النهارده تبقى استاذه فيه. بس اهم حاجه طبعا تتابعي الفيديو للنهايه عشان تعرفي كل الوصفه وكل المقادير اللي انا هضيفها. فطبعا لازم تركزي معايا في المقادير عشان المقادير بتاعه الكوكيز لازم تكون مظبوطه جدا عشان تنجح معاكي من اول مره. ان شاء الله استنوني النهارده في الفيديو، وهخليكم باذن الله تعملوا احلى طريقه عمل كوكيز وهتنجح معاكم من اول مره. وهقول لكم على كام وصفه وكم مقدار هنضيفه النهارده للكوكيز عشان يبقى طعمه خطير جدا لما تيجي تجربيه، وريحته هتجيب معاكي لاخر الشارع. اهم حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، ونبدا معاكم حلقتي النهارده. وزي ما انتم شايفين شكل الكوكيز بتاعي عامل ازاي، والتسويه بتاعته ما شاء الله كانت كل حاجه زي الفل. نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا معاكم حلقتي النهارده لطريقه عمل الكوكيز. الكوكيز النهارده المقادير بتاعته سهله جدا مش مكلفه. بس طبعا المقدار ده انا عامله مقدارين من الكوكيز، فطبعا انت ممكن تقسمي المقادير بتاعتي وتعملي الطريقه بتاعتك. يعني تعملي نص المقدار وهتقسمي نص المقادير. انا هقول لكم على المقدار اللي انا اشتغلت بيه. المقدار اللي انا اشتغلت بيه دي كوبايه من السمنه او الزبده، بس لازم تكون حطاها في التلاجة عشان ده نوع من انواع البسكويت. لازم السمنه بتاعتي او الزبده بتاعتي تكون متماسكه. كده انا عملت كوبايه من السمنه بتاعتي كانت في التلاجة، خرجتها على طول حطيتها في الوعاء بتاعي عشان هبدأ معاها الوصفة. زي ما انتوا شايفين انا كده خرجت يعني فضيت السمنة من الكوباية كلها، لان ده مقدار، وانت عارفين البسكويت لازم يكون ليه مقدار مناسب. ومعانا كوباية من السكر البودر، وكمان حطيت ربع كوبايه من الزيت، ربع كوبايه من الزيت. وخلي الكوبايه اللي انت بتستخدميها في كل المقادير لازم تظبط معاكي في الكوبايه بنفس الكوبايه. هتحددي المقدار بتاع السكر بتاع السمنه بتاع الزيت. يعني انا حطيت كوبايه من السمنه، عليها ربع كوبايه من الزيت، وعليها كوبايه من السكر. ده يعني انا عامله مقدارين من الكوكيز. فانت ممكن تقسمي المقدار بتاعك وما تخافيش هيديكي كميه كبيره جدا. بس اهم حاجه هو تنسي الاشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصل كل فيديو جديد انا بقدمه. واتمنى كمان ان حضرتك ما تنسينيش في اللايك. زي ما انتوا شايفين انا ضربت كده السمنه في السكر لغايه يما اللون يفتح كده تحسيه مقارب لكريم الشانتيه. انا كده بضربه كويس جدا لغايه ما اللون يفتح معايا. انت بتضربي في الخلاط بتبداي ان انت تنزلي المقادير دي اللي في الجوانب عشان برضو تختلط معايا في الخليط زي ما انتوا شايفين. وممكن برضو تستخدموا اللي هو المضرب اليدوي اللي يعني المتوفر عندكم، بس طبعا انا حاسه المضرب اسرع واسهل. وكمان لازم تتأكدي ان السكر معاكي داب مع السمنة. ولسه كمان هضيف المقادير بتاعتي كده ان شاء الله هتكون مظبوطة، بس اعتمدوها. بس في نقطة بسيطة عايزة اقول لكم عليها بس لما يجي وقتها. هنا انا ضفت بيضتين من الاحمر الكبار، وبعدين ضربتهم كويس جدا. بعد كده حطيت 2 باكت من الفانيليا عشان طبعا انا حطيت بيضتين زي ما انتوا شايفين. وانا ضربت اهم حاجه ان انت في الخطوه دي ان انت تضربي كويس جدا عشان السكر بتاعك يدوب. انا اسفه. وهنا كده انا مستخدمه 2 من الفانيليا، وهضربهم برضو كويس جدا لغايه ما يدوب معايا بقيه المقادير. زي ما انتوا شايفين انا بضرب الفانيليا مع السمنه مع البيض مع السكر. وما تنسوش ان انت السمنه لازم تكون في التلاجة، تطلعيها تستخدميها على طول في الوصفه، ما تكونش بره التلاجة. مش عايزاها بدرجه حراره الغرفه، لان طبعا احنا في يعني لسه برضو ما دخلناش على الشتاء، فالجو برضو لسه حر. هنا بقى السر الخطير اللي هخليكي يظبط معاكي ويبقى مقرمش كده وطعمه حكايه، تحسيه زي النواعم. ربع معلقه من الكربوناتو، بس ايه، مع ربع معلقه خفيف يعني ممسوحه مش كتيره عشان ما يفرش معاكي. يعني خليها رشه، بلاش ربع معلقه مش هتقدري تظبطي المقدار عشان لو كتر معاكي حجم الكوكيز هيكبر. وهنا بقى معلقه من العسل، حابه تحطي معلقتين براحتك، حابه تكتفي بالمعلقه براحتك، بس بجد بيديله طعم وريحه لا تتخيلي. زي ما انتوا شايفين كده انا ضربت العسل عشان يدخل بس في كل المكونات.
بقيت هنا يعني حاولت ان انا انزل بقى كل المقادير اللي في الجوانب الطبق بتاعي اللي انا بعمل فيه الخليط، وهبدأ ان انا هنا اضيف الدقيق. هنا بقى عايزاكم يا جماعة في الدقيق، انا بقلبه بالمعلقه بس لغايه لما المكونات تدخل مع بعضها، بس لازم تعجني بايدك عشان تعرفي الملمس بتاع العجينه بتاعتك. والدقيق هنا انا استخدمت 4 كوبايات، بس الدقيق ده دايما بيبقى انواع مختلفه جدا، ممكن يكون نفس المنتج بس النوع مختلف. يعني انا هنا عملت 4 كوبايات، انت ممكن تحطي 3 كوبايات وتخلي كوبايه جنبك على جنب. لقيت العجينه محتاجه ولسه يعني دايبه معاكي، لا ضيفي شويه بشويه لغايه ما تظبط معاكي، تكون العجينه كده متماسكه. انت بتكوريها، شايفين ادي العجينه انا بختبرها لكم اهي، قطعه العجينه ما شققتش معايا، اعرفي انت كده العجينه بتاعتك ممتازه وان شاء الله هينجح معاكي 100%. هنا بقى انا خدت ربع من العجينه، حطيت عليهم معلقتين من الكاكاو، بس دي انا خدت العجينه قبل ما اضيف حبه الدقيق الاخاره عشان ما احتاجش ان انا احط زيت. ما يعني حاولي شيلي العجينه قبل ما تتمسك معاكي، تكون لسه لينه، عشان الكاكاو بيدي برضو سمك للعجينه، بيقدر يشرب السوائل اكتر من الدقيق. فانتوا شايفين كده كانت العجينه معايا لينه شويه بتاعه الكاكاو، بس شوفوا بقى هنا ظبطت ازاي اهي. بوريكم بس شكل العجينه عامله ازاي، ما شاء الله. هنا بقى من غير ما تريحيها ولا حاجه، هتبداي تاخدي قطعه من العجينه قد البليه بالظبط، زي الليمونه الصغيره. ما تحاوليش تكبري، على قد ما تقدري تصغري في حجم الكوكيز، لانه ما بيدخل الفرن يعني بيفرش معاكي، يعني حجمها بيكبر. وطبعا هنا ممكن يعني تحطي الشوكولاته على مثلا تحطيها 5، عايزه تعمليها زي براحتك، على حسب طبعا الطريقه اللي انت حضرتك هتستخدميها. بيبقى سهل جدا، ممكن تفطري بيه، بصراحه انا بفطر بيه طعمه حكايه. ممكن تضيفيه لاولادك في اللانش بوكس. يعني طريقته جميله جدا، واستحاله اي فرن او اي محل هيعمل لك المقادير دي وتديها لاولادك. يعني هتبقى هي كلها ميه ودقيق، انت هنا حطيتي عسل اسود، حطيتي بيض، فكل الحاجات دي بتبقى جميله. كفايه السمنه، انت ضامنه جودتها عامله ازاي، حتى لو سمنه معلبات مش سمنه بلدي، بس كفايه ان انت عارفه جوده الحاجه اللي انت بتستخدميها. هنا على الحجم الكبير بتاع الكوكيز، وبرده في حجم صغير، يعني زي ما انتوا شايفين اهو، ده كده الحجم الصغير. الحجم الكبير حابه ان انت تكبري براحتك، حابه تقللي براحتك، بس انصحك ما تكبريش حجم قطعه العجينه، عشان برضه ما بيدخل الفرن يعني بيفرش معاكي، ويعني الحجم بتاعه بيكبر. زي ما انتوا شايفين انا عملت شويه، حطيتهم 5 يعني واحده شوكولاته في النص، وعملت عليهم دايره. الشكل اللي يعجبك ده دي بترجع على حسب الرغبه. بتبداي بعد كده تسخني الفرن على درجه 180، وتبداي تقللي الحراره، وبعد 10 دقايق بالظبط ابداي ان انت تبصي على الكوكيز بتاعك. اول ما ياخد لون من تحت ولسه ما حمرش من فوق، بتفتحي على الشوايه، بس بعد 10 دقايق. ما تحاوليش تخرجي قبل كده، ممكن بعد يعدي 12 دقيقه 13 دقيقه، دي بترجع على حسب الفرن. اول ما تحسيه بيحمر من يعني في قاع الكوكيز، ابدأي ان انت شغاله عليه الشوايه. شايفين طبعا حجم الكوكيز عامل ازاي وطريقته عامله ازاي، سهله ومقادير